درر نسائية. درر نسائية. ضوابط حجاب المرأة. حجاب المرأة المسلمة هو ما يميزها عن غيرها من نساء اليهود والنصارى، وبه تعرف عن غيرها من المتبرجات متبعات الموضة وصيحات الأزياء العالمية. وهذا الحجاب ليس مجرد خمار تلقيه على رأسها أو عباءة تغطي بها جسدها، بل له شروط وضوابط. أولا، أن يستر جميع بدنها أمام الرجال الأجانب، لقول الله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. ثانيا، ألا يكون شفافا يصف البدن، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما، وذكر: ونساء كاسيات عاريات. ثالثا، ألا يكون ضيقا يصف حجم أعضاء الجسد، لحديث أم سلمة قالت: استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقال: سبحان الله، ماذا أنزل الليلة من الفتن، فرب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. رابعا، ألا يكون زينة في نفسه، لقول الله تعالى: ولا يبدين زينتهن. خامسا، ألا يكون معطرا أو مبخرا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيبا. مؤسسة الدرر السنية.